اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد، وفيديو النهارده هيعجبكم قوي. هنعمل النهارده عيش ينفع سندوتشات وينفع. بصوا جميل، جربوه. هنجيب كيلو من الدقيق، هننخله كويس قوي. اهم حاجه في المعجنات ان احنا ننخل الدقيق. ما عندكيش منخل يبقى في مصفى زي كده، وهيديكي نفس النتيجه. ما تنسوش بقى، لو انتوا اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس واختاروا الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. حطوا لايك واكتبوا كومنت حلو زيكم. هننزل بقى على كيلو دقيق بكيس من الخميرة. بصوا، لو هو نص كيلو دقيق، لو حابة تجربي في نص كيلو هتحطي معلقة واحدة بس من كيس الخميرة، يعني نص. هنحط معلقة صغيرة من الملح، معلقتين من السكر. هنجيب كيس لبن كده زي ما انتوا شايفين، وهنفضيه على العجينة. اللبن البودرة بينجح العجينة قوي، بيدي نتيجة حلوة جدا. جربوا كده، لو انتوا مثلا ما حطيتوش لبن شوفوا النتيجة، ولما تحطوا لبن شوفوا النتيجة تبقى التانية عاملة ازاي. معايا مية دافية. انا كيلو دي خد مني كوبايتين، لا 3 كوبايات الا ربع من المية الدافية. اهم حاجة تكون مية دافية زي دمعة العين، يعني دافية خالص، بتحطي ايدك فيها وهي نازلة على ايدك كده تلاقيها مش سخنة ولا اي حاجة. خلاص، هنعجن لمدة 10 دقايق. طبعا نزلت بقى من الطبق على الرخامة، اديت رشة دقيق كده عشان ما تلزقش في الرخامة. فضلت ازود مية بالتدريج لحد ما خدت معايا 3 كوبايات الا ربع من المية الدافية. عجنتها كويس قوي لمدة 10 دقايق، وبعد ما لقيت العجينة طرية في ايدي وما بتلزقش، هجيب بقى الطبق اللي كان فيه العجينة، احط فيه معلقتين من الزيت. بصوا، هنزل بوشها كده وارجع اقلبها على ظهرها تاني، واسيبها بقى ايه في مكان دافي تخمر. كل ما كان الجو دافي والجو حلو في الصيف مثلا، العجينة بتبقى سريعة جدا انها تخمر. انا طبعا كان المطبخ عندي دافي، او كنت مولعه الفرن بعمل فيه حاجات، بس حطيتها بس في المطبخ. بقت بالطريقه دي، ما خدتش وقت، يعني نص ساعه بقت بالمنظر ده. ما شاء الله، عجينه ناجحه حلوه جدا وسهله ومش مكلفه. هو بس انا اشتريت كيلو دقيق، كيس خميره، كيس لبن، وبعد كده بقى طبعا الميه من عندي والسكر والملح من عندي، ما كلفتش اي حاجه. وهعمل لهم سندوتشات ممكن بقى تحشيها اي حشوات. خلاص، هنجيب بقى نص العجينة ونرش الرخامة بتاعتنا بدقيق، وهنفرد العجينة قوي على قد ما تقدري، خليها يعني نص سنتي كده، وعلشان ما تبقاش السندوتش تخين معاكي. القطاعة دي مش قطاعة، دي بتاعت بيض همبرجر. تمام، بس انا استخدمتها في ان انا اقطع بيها. التقطيعة مناسبة ليا جدا، فانت لو عايزة بقى تكبري التقطيعة، عايز تعملي نفس المقاس براحتك. قطعت بقى بالطريقة وفردتها على الصاج بتاع البوتاجاز علشان اسيبها تستريح تاني. ماشي، اسيبها تستريح برضو كمان نص ساعة. بعد التقطيع هتعلى، وبعد كده بقى ايه، ادخلها فرن سخن جدا. بصوا علية الزيت نفخت، ادخلها بقى فرن سخن جدا. وافضل مراقباها. بصوا كده جوه الفرن، هقلبها لحد ما فوق يحمر وتحت يحمر. انا مولعه تحت وفوق. اول ما تخرج بقى من الفرن لازم احطها في طبق واغطيها بالفوطه. ليه؟ علشان العيش بتاعي ما ينشفش. العيش هينشف لو سبتيه مش متغطي. وهي دي النتيجه النهائيه. جربوا العيش حلو جدا، بصوا من جوه عامل ازاي. حلو جدا، عامل زي عيش الفينو بالظبط. كده الفيديو خلص، مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.